أهلا بكم في إسباس وئام. هنا غادي تكتشفوا وصفات سهلة عصرية وبنتها رائعة. خليو يديكم معايا ونصنعوا آلة الأطباق. ما غتبقايش تشري سناك من برا، مكونات طبيعية فقط. حضري معايا كويرة الطاقة اللي كيعطيوك نشاط طول النهار ليك ولوليداتك وصالحين حتى للرياضيين وكيشبعوك بواحد الطريقة اللي صحية وسهلة. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش داير، بصراحة كيشهيو. اما المذاق راه ما نعاودلكمش عليه خيال. ان شاء الله تبعوا معايا هاد لا فيديو وغادي نوريكم الطريقة من الاول حتى الاخر. هنا في بول عندي زلافه ديال الزنجلان بطبيعه الحال اللي منقي ومطحون هكا غير شويه، وغادي ندير معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال النافع. هانتوما شوفوا معايا، يعني ما خصوش يكون مطحون بزاف. وعندي هنا كاس ديال الكركاع بطبيعه الحال اللي منقي هكا وممسوح. وعندي هنا كاس ديال اللوز محمر وكنطحنو هكا شويه، كنخليه هكاك شويه كرانشي، يعني ما يكونش مدقوق بزاف مطحون بزاف. وعندي نص ديال الكوك، نص كاس ديال الكوك. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال معجون ديال الكرموس، ولا الا كان عندكم ديال التمر ولا ديال الزبيب اللي كان عندكم متوفر. وهنا عندي زلافه عامره ديال الشوفان اللي بطبيعه الحال محمر وطحنته كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد غادي نخلط كاع المكونات اللي عندي، وانتم تقدروا تزيدوا اي مكسرات كانوا عندكم، يعني تقدروا تضيفوهم اكاجو بيستاش اللي كان عندكم. صافي انا غادي نخلطهم، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الشكلاط ديال الدهن. تقدروا تستغناو عليه الا ما بغيتوش، وكنزيدوا واحد شويه ديال المليحه غير هكا لتصحيح الذوق. وغادي نزيدوا العسل اللي الا كانت عندكم العسل حر هكا تقدروا تزيدوها، ولا الا كان عندكم العسل ديال الليمون حتى هو زوين. صافي كنبدا كنخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا كيف ما يمكن لكم تخلطوه غير بالشكلاط، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. يعني الشكلاط تكون نوعيه جيده، يعني ما يكونش حلو بزاف. راكم عارفين يعني هاد لي سناك هادو ما خصهمش يكونوا حلوين بزاف. وهنا غادي نزيدو كاكاو مر غير باش كيعطينا داك اللوين زوين. وصافي كنبدا كنخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. بصراحه زوينين بزاف، غير جربوهم غادي يوليو معتمدين عندكم. صالحين هكا الوليدات هكا في الصباح اللي ما كيقدرش يفطر، كيصلح ليهم صراحه زوينين بزاف. هانتوما شوفوا معايا كيفاش خص يكون، يعني لا تكستور ديالو يكون هكا يعني متماسك، ما يكونش يعني ما كيتجمعش. صافي هنايا كناخذ ميزان، الا كان عندكم ميزان تقدروا تعبروهم هكا باش كيجيونا متساويين. وصافي كيف ما كتشوفوا معايا انا درت فيهم 18 غرام، وانتم كيبقى لكم الاختيار دائما. ديروا زعما الغرامات اللي بغيتو. المهم انا درت ما بين 18 و 19 غرام. صافي انا غادي نستمر، غادي نشكلهم كويرات كاملين وغادي نرجع معاكم باش نكملوا الطريقه. هانتوما شوفوا معايا تبارك الله شحال كيعطيو. راه تبارك الله هاد الكميه هذه اللي درت راه كتعطي كيلو تبارك الله راه فيها. هانتوما انا شكلتهم كويرات. من بعد غادي ناخذ الزنجلان اللي بطبيعه الحال محمر هكا باش كنفند فيه هذوك الكويرات. صافي كنبدا كنكورهم كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيتلبسوا لنا بالزنجلان. بصراحه كيعطيو واحد المذاق زوين اكثر ملي كيكون الزنجلان محمر. هو اصلا الزنجلان ملي كيتحمر راه كيعطي واحد البنه زوينه بزاف. صافي كنبدا كنرش عليها الزنجلان وكنكور باش كيتثبت لنا داك الزنجلان فوق الكويرات. صافي من بعد غادي ناخذ الكاكاو. هذا الشكل الثاني غادي ندير فيه الكاكاو المر. نتوما تقدروا يعني تزوقوا بداكشي اللي كان عندكم متوفر، تقدروا تزوقوا به. صافي انا غادي ناخذ الكاكاو المر وغادي نبدا نفند فيه هذوك الكويرات. المهم انا درت كل نص درت منه شكيل. ومن بعد غادي ندير الثالث، غادي نديرو بالشكلاط كحل اللي دوبتو هكا بلا ما ديروا له الزيت بلا حتى شي حاجه، غير دوبوه هكاك. وصافي غادي نكون مفرشه واحد البلاستيكه وكنحط فوق منها هاد الكويرات هادو باش دغيا تسهل عليا من غادي نحيد الشكلاط الكويره ما ديفورماليش ودغيا تحيد. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. صافي انا غادي نستمر حتى نسالي هاد الكويرات هادو ديال الشكلاط بالشكلاط كحل. ومن بعد غادي ندير الشكل هذا بالشكلاط بيض. صافي كيف ما كتشوفوا معايا دوبتو عادي.
نخليو حتى يدفى لنا الشكلاط شويه، عاد ندوزو فيهم هاد الكويرات هادو ونحطوهم هكا جانبا حتى كينشفو، عاد كنزوقوهم بداكشي اللي كان عندكم متوفر تقدروا تزوقوا بيهم. والشكل الخامس دوزتو هكا في الكوك، غير ما تصورش معايا المقطع. المهم انا غادي نستمر باش نكمل هادشي كله، وغادي ندوز باش نوريكم الشكل النهائي. وهادو هما كويرات الطاقة اللي حضرنا اليوم، ساهلين بزاف وصحيين وغادي يعطيوك طاقة طول النهار. تقدروا تحتفظوا بهم في الثلاجة الأيام، وكل مرة تحتاجوا شي حاجة حلوة ومغذية غير خذوا وحيدة وغادي تحسوا بالفرق. جربوهم بطريقتي وقولوا لي في التعاليق شنو الرأي ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش توصلكم كل وصفة جديدة، وشاركوا مع الأصحاب ديالكم اللي كيعشقوا الحلوى الصحية والطاقة الطبيعية. شكرا لكم، مع السلامة، فيديو جديد بوصفة مغذية ولذيذة. السلام عليكم.